السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعة، النهارده فرح يا جدعان. لا انت فرحك عدى بقى. فرح عدى. النهارده بقى طبعا عندنا مناسبة أول مرة نعمل فيديو زي ده على القناة بتاعتنا. مناسبة سعيدة جدا جدا جدا. النهارده يا جماعة عندنا فرح حد قريبنا كده، ربنا يتم عليه بخير يا رب. يا رب. وربنا يجمع بينهم في خير ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب. يا رب يا رب يا رب. فطبعا بقى يا جماعة، قبل اي حاجه وقبل ما نقول لكم محتوى الفيديو هيكون ايه وهنعمل ايه وايه اللي هيحصل، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتشتركوا في القناه. ايوه، وتفعلوا زر الجرس. ايوه، تعملوا اعجاب للفيديو. ايوه، عشان يوصل لكم كل جديد. طيب احنا ايه المحتوى بقى يوسف اللي هنقدمه النهارده في الفيديو يا جماعه؟ احنا النهارده قررنا ناخد رايكم، بمعنى صح انا اللي هاخد رايكم في اللبس اللي هلبسه. ازاي؟ عشان انا مش رايحه. ايوه انت مش رايحه بجد؟ وانا ما اعرفش اروح من غيرك يا يوسف، والله يا غالي، والله ما اقدر اروح اي مكان من غيرك حبيبي. انت عارف انت بالنسبه لي ايه؟ انت قلبي ودقاته، انت الهوا اللي بتنفسه. ما خلاص بقى عايزين نقدم الفيديو. اتفضلوا يا جدعان، ايه رايكم يا جدعان؟ والله انت حبيبي وقلبي. حبيبي بعد ايه؟ وكل حاجه ليا بعد يعني ايه؟ المفروض يا ابو يوسف انت تقوم قايل يا ابو يوسف انت قلت له يا ابو يوسف بتبصي فين؟ انا جنبك اهو، بصي لي. ايوه بصي لي، ايوه كده اتكلمي معايا. انت بتتكلمي مع مين؟ ايه اعمل ايه؟ اخبارك؟ وده وقت تعاطف. يلا بقى يا جماعه. طيب يا جماعه، النهارده بقى انا هاخد رايكم بقى في الطقميه الجميله الجنتليه الحلويه اللي هلبسها النهارده. هياخد رايكم ومش هاخد راي ام يوسف، تمام؟ انا قررت اخد رايكم انتوا. وياك بقى ما تلبسش اللي انا هختاره لك. مانيش لابس اللي انت هتختاره لي. ماشي. لو عجبني هلبسه، ما عجبنيش مش لابس. الله. لا والله لو عجبني. الناس معانا على طول. ايوه لو عجبني انا هلبس، ما عجبنيش مش لابسه، عادي خالص يعني. عامة قولوا لنا انتم عايزين ابو يوسف يلبس ايه النهارده ومش هيلبسوا ايه هيلبسوا ده. ايوه بالظبط كده. فيلا بينا نشوف الهدوم بتاعت ابو يوسف اللي هي مش عجباني. مش عاجبك ايه؟ تسمحي ما عدتيش تتكلمي خالص؟ ممكن ما عدتيش تتكلمي خالص؟ اقفلي بقك. والله هدومه حلوه قوي 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 قوي. خلاص بقى انت رايحه فين؟ اهدي. والله هدومه جميله. طب يا جماعه، انا النهارده بقى زي ما قلت لكم كده قررت ان انا اخد رايكم في الطقميه الجميله اللي انا هلبسها. عندي كده كام قميص، وعندي كده كام بنطلون، وعندي كده كام كوتش، وعندي كده كام ساعه. كام كوتش؟ هو كوتش واحد. ما خلاص بقى. وكم ساعه وعنده ساعه شارب بقى 10 سنين لسه عنده. والله يا جماعه قسما بالله لسه شاري الساعه دي قريب، هي ساعه سمارت يعني جميله قوي. فاني هاخد رايكم في كل حاجه. ماشي؟ انا النهارده يا جماعه هاخد رايكم في كل حاجه النهارده، في الطقم اللي هلبسه، في التيشيرت، في البنطلون، في الساعه، في الكوتش. الهودي. الهودي يا جماعه والله ما اعرف هو اسمه ايه رايكم في الكربوش بتاعي يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه الكلبوش ده بصراحه؟ عاجبني حلو، شكله حلو. طب يا جماعه عشان ما اطولش عليكم بقى، خليكم معانا عشان اوريكم بقى الطقميه الجميله اللي هلبسها، واخد رايكم بقى في التيشيرتات بقى، وايه اللي يليق على البنطلون، والبس الساعه الاستيك بتاعها عامل ازاي وكل حاجه. هاخد رايكم، بس انا عايزكم بقى تقولوا لي يا جماعه رايكم بصراحه، ماشي، في الطقميه الجميله اللي انا هلبسها ديت. وخليكم معايا بقى، هنصوركم كل حاجه وهنعرفكم كل حاجه وهناخد رايكم في كل حاجه، صح؟ كل حاجه صح يا بنتي. يلا بينا يا جماعه. يلا خليكم معانا دلوقتي بقى يا جماعه. انا دخلت الاوضه اهوت وهفتح بقى الدولاب. ايوه عشان اختار ايه الطقميه الجامده لابو يوسف الجنتل بقى اللي هيلبسها ورايح الفرح النهارده. شكلك كده لا رايح ولا انت جاي. ليه يا ام يوسف بس؟ عشان انت اتاخرت اصلا. طبعا هنا قدامنا الجاكيت ده يا جماعه بصراحه. الصراحه يا جماعه الجاكيت دوت بفكر اروح بيه وبفكر لا، هو الجو بارد. الجاكيت ده يا جماعه تقيل قوي وفرو من جوه فجميل قوي. تقيل، بس ده عايز بقى ايه تحته يكون هدوم عاديه. شوف يا جماعه الكلبوش بتاعه فرو، كله فرو ما شاء الله، شكله جميل قوي. والله الجاكيت دوت يا ام يوسف انا بفكر اروح بيه وبفكر البس طقم كاجوال. خلاص طبعا انت شوف تلبس ايه الاول، ولو ينفع تلبسه على الطقم انت تلبسه عليه ممكن تلبسه انت رايح. طيب ماشي. طيب استنى ما نطلع البنطلون الاول. انت غوصت كده، رحت فين يا ابو يوسف؟ البنطلون بقى يا جماعه الاسود الجميل ده. البنطلون ده على فكره يا جماعه لسه شاريه قريب، بس هو جميل قوي. البنطلون ده بصراحه ما بقدرش استغنى عنه. البنطلون ده عندي نمبر 1، اي مناسبه لازم البس البنطلون ده طبعا. اي مناسبه. عامه الاسود بيلاقي على كل حاجه، ملك الالوان.
تمام. يبقى انا كده يا جماعه هلبس البنطلون ده عشان نبقى متفقين كده من الاول. تمام تمام. كده البنطلون اسود، يبقى هي قميص هتطلعي اللي عليه، مش اي قميص برضه. يعني أنا مش اصل اي هلبس- لون يعني. انا مش هلبس اي قميص برضه، خلي بالك يعني. تمام ماشي. يعني اني هختار القميص اللي على مزاجي. برضو انا عايز برضه اللي انا اطلع الجاكيت دهوت احطه في الحسبان. ده احطه طب في ما تخليه الحسبان. متعلق عشان هو ما يقلبلكش الحته، عشان تعرف تحط بقيه القماش تفرد. هعرف احطها برضه يا ام يوسف. ماشي. تمام ماشي. وري بقى للناس كده الجاكيت ده. شوفوا يا جماعه الجاكيت ده جميل قوي على فكره والله. الجاكيت ده تحفه. افتحوا كده يا ابو يوسف. شوفوا يا جماعه، لسه شاريه برضه، فروه بس انا مش عارف جميل قوي. يعني. قال لي مزاج البسه واروح بيه، وبرضه في نفس بص يا ابو الوقت يوسف، انت لو لبست قميص ينفع الجاكيت يتلبس عليه، ممكن تلبسه وتروح بيه عادي. انتوا يا جماعه بقى قولوا لي رايكم. انا هطلع كام قميص دلوقتي، وقولوا لي البس الجاكيت على اي قميص منهم، ولا البس القميص لوحده على البنطلون، ولا اعمل ايه؟ هو انت لو لبست القميص اللي في دماغي مش هينفع تلبس الجاكيت عليه ما انا مش لابس اللي في دماغك برضه، برضه. وانا ما اعرفش اصلا اللي في دماغك ايه. ادي احنا هنشوف مع بعض. طب يلا. ادي يا جماعه اول قميص اهوت. ده اول قميص. ده تمام. ينفع يتلبس عليه الجاكيت. ثانيه يا ام يوسف، ده اول قميص. ده اول قميص يا جماعه. شوفوا يا جماعه القميص ده. القميص ده تحفه، لسه لونه شاريه برضه. رصاصي في ابيض، بس جميل قوي. شوفوا لونه على، شوفوا الاسود اهو. القميص على الاسود طبعا تحفه. هيمشي على البنطلون يا ام يوسف؟ طبعا، امال ايه، طالما البنطلون اسود يبقى كل حاجه هتمشي عليه. بس ثاني برضه يعني عايز اكتر حاجه تمشي عليه، الحاجه اللي تبقى متناسقه معاه، يعني مديه بقى نيو لوك حلو معاه. هو انت عامه يا ابو يوسف القميص اللي عندك كلها هتليق على البنطلون ده. ادي احنا هندور. وادي كمان قميص اهوت يا جماعه برضه. القميص ده برضه تحفه جميل. شوفوا. القميص ده على فكره مبطن من جوه، شوفوا مبطن. على فكره القميص ده امسك كده يا ام يوسف. إيه؟ رغم ان القميص ده خفيف، بس قسما بالله بيدفيني. بيعرقني القميص ده. وعامه القميص ده كده هيليق على الاسود، لان هو فيه سيور زي ما انتوا شايفين. احنا هنحط برضو ايه القمصان على البنطلون كده. تمام. عادي. قولوا لي أهو. اكتر حاجه. شوفوا الدرجه ده على الاسود، طبعا شياكه تحفه. طب استني كده. هيبقى جميل. لو ابو حطينا كده. يوسف بيعرف ان القميص بتاع البنطلون ازاي من الحركه دي. ايوه قولي شوف بالظبط بقى انت كده. كده شايفه كويس اهو. بصراحه يا جماعه لا هيبقى جميل قوي طبعا. صراحة والله. برضو ارجع اقول لك الحاجه لما بتتلبس بتبقى بقى ايه باينه. صح. أوه. لا انا بقول لك اللون دي لا ماشي هو مع ده. اللون كده، او شوفوا يا جماعه اللون ماشي مع ده، اللون حلو. وبرضو القميص الاولاني كان تحفه برضو. يعني دي كمان حلو. هما ما تحيرنيش، انا كده بحتار في اللبس. الاتنين عامه لايقين. انا بحتار في اللبس والله يا جدعان. ماشي. طيب عندنا كمان كمان جزء قمصانه همت. هاخد برضو رايكم. ما تطلع لهم كده يا ابو يوسف اسمه ايه، البليزر. ماشي هطلع لهم برضو. شوفوا دي كمان. شوف بقى تحفه برضو يا جماعه. شوف القميص ده دي بقى يا جماعه تحفه فنيه. القميص ده على فكره قميص انا اللي كنت بصراحة. مختاراه لابو يوسف وهو بيشتريه. على فكره ام يوسف هي اللي مختاره القميص دوت، وانا اللي مختار القميص ده اهو. وانا مختار له برضو اللي هو طب فيه بصوا بقى يا اسود. جماعه، ذوق مين اللي احسن اهو. ذوق مين اللي احسن طبعا انت قميصك بصراحه. شياكة. انا عايز الناس هي اللي تقول مش انت. ذوق مين اللي احسن يا جماعه؟ ذوقي اللي في ايدي اليمين ده اللي انا مختاره، ده اللي انا شاريه، واللي في ايدي الشمال ده ام يوسف هي اللي مختاره لي. فبصراحه قولوا لنا بقى رايكم في الكومنتات. اكتر قميص عجبكم ده ولا ده؟ ومحدش يقول الاثنين. وعلى فكره انا اللي مختار القميص ده برضو، اللي هو الابيض اللي على السرير. فاكر انه ده يعني انا اللي مختاره لك برضو. ماشي. انت اللي مختار القميص ده برضو على فكره. تمام. يلا طلع بقى اخر قميص. اخر قميص بقى يا جماعه. دي بقى اللي اختي شاد هي اللي مختاره لي. القميص ده بقى شوفوا يا جماعه اختي شاد يا جماعه هي اللي مختاره القميص ده بصراحه. بين احنا الاثنين، لان شاد فاهمه في الموضه شويه. شوفوا يا جماعه. شوفوا يا جماعه من ورا. شوفوا القميص عامل ازاي. الكلبوش بتاعه ابيض من جوه. شوفوا الزونت ده جميل جدا جدا جدا. ابيض من جوه صح. اقول لك ايه يا ابو يوسف، انا من رايي تلبس القميص ده على البنطلون الاسود. نعم. من رايي. ازاي؟ ده جميل. يعني انت رايك ايه؟ رايي ان انت تلبس القميص ده على البنطلون الاسود. ده ولا التاني؟ مش انت اخترت له واحد تاني؟ ان هو التاني. القميص التاني مش انت اختار له؟ انت كنت قلت لي انت هتلبس حاجه تانية تقريبا. اللي هو الرصاصي في ابيض ده. يا البس ده ولا دي برضه؟ انت من رايك ايه؟ انا احترت. لا خلصي، اصل كل واحد هيختار فينا قميص. طيب بص يا سيدي. انا من رايي الافضل انك تلبس الرصاصي في ابيض على البنطلون الاسود. اشمعنى كده؟ لان يعني حاسه شيك شويه. شيك عن ده. قسما بالله ان القميص ده تحفه. القميص ده اصلا فاخر من الاخر. بس انا عايزه تكون حاجه فاتحه. القميص ده عشان كمان تلبس عليها الجاكيت. القميص ده برنس. ده لما يتلبس على البنطلون كده اتفرج عليه.
طب عشان تلبس عليه الجاكيت. وعشان برضو يا ام يوسف الجو برد والقميص ده في كلبوش، عشان لو بريت تقوم لابس الكلبوش. هو انا رايي عشان ده تقيل والتاني برضو تقيل، بس انا حاسه ده احسن، انا شايف ان ده احسن يا جماعه بقى. ام يوسف بصوا يا جماعه انا اخترت التاني ده. ام ايوه يوسف يا جماعه عايزين البس ده، انا اخترت ده، ماشي، وانا عايز البس ده. هو عايز يلبس ده. الرأي في الاول وفي الاخر بقى يرجع لكم انتوا بقى اهو. شوفوا يا جماعه، نقول افضل، بس انا من رايي اللي على اليمين. وانا من رأيي ده. انا مش عارفه، تمام. مش عارفه. فيا جماعه قولوا لي بقى رايكم، لان احنا محتارين وانا كمان محتار اكتر منكم. تمام. طيب احنا نحط ده مثلا كده على البنطلون، شيل ده خالص. والله قسما بالله ام يوسف القمصان كلها احسن من بعضها، هما حلوين. والواحد بس أنا من بصراحه رأيي يعني. محتار. كرأيي. الواحد محتار والله العظيم. جميل قوي يا ام يوسف. ده انت شوف حتى كمان البتاعه دي موضه يا جماعه. القميص ده لسه نازل، شفت دي؟ فعلا والله ذوق شهادة حلو. شوف يا جماعه. شوف يا جماعه الطقم. لا قسما بالله ما في طقم اصلا يتلبس بعد الطقم ده. مش عارفه. جاهزان، والناس برضه هتقول لنا رايها برضه في الكومنتات. يا جماعه انا اخترت القميص ده وام يوسف اختارت ده. قولوا لنا بقى رايكم في الكومنتات، انه قميص هيبقى احلى على البنطلون. ايوه انتوا بالظبط قدامكم كده. الاربع. طب وريهم البليزر كده. هوريهم كمان البليزر. قولوا لنا تمام. اسمه بليزر ولا اسمه ايه، عشان ايه بليزر. في اسماء بتطلع جديده. لا بليزر اللي هو ده يا جماعه، ده اهو. بس انا مش عارف، يعني قولوا مثلا لحفله لميتم، لكن ده فرح. ده مستبعده يا جماعه. يعني ده بس هو مطلعه شكله جميل بره. برضه. هو جميل قوي. ودي تلبس على على قميص ابيض. شفت القميص انت الابيض؟ عارف لا على القميص ان هو القميص اللي هو اللي انا كنت بختاره لك، اللي هو اللي فيه اسود ده، ان هو لا على اللي البنطلون. بنص كم. لا ده هو الشتوي. اللي هو دي يعني الشتوي، لا التاني تحت اللي انت مختاره. ان هو بص. ثانيه ايوه ثانيه. ايوه اللي تحت بقى، تحت ده اهو. دي يعني ممكن يتلبس عليه. تهيألي لا. مش عارف، الناس بقى اللي تقول. المهم يا جماعه انا طلعت لكم كل هدومي وكل حاجه عندي، ما سبتش حاجه. ده عامة القمصان الشتوي اللي لسه جايبها قريب، يعني ينفع خروجه كده. بس انا خلاص يا ام يوسف انا يعني ايه مختار هتعتمد على ده. انا اخترت ده خلاص، وانت برضه مش عارف انت اخترت التاني. انا اخترت التاني، فعامة تلبسهم الاتنين قدامي واقول لك بقى. فانا محتار. على العموم هنستنى رأي الناس. طبعا يا جماعه انتوا اكيد طبعا رايكم يهمنا، لان احنا محتارين، وعرفونا نلبس ايه او البس ايه بمعنى صح. تمام. انا طلعت لكم كل حاجه اهوت. والله العظيم يا جماعه انا محتاره انا كمان. والله بجد كلام حقيقي، انا محتاره لان الاربع قماص احسن من بعض. اكن انت مش عارفين نطلع عليك قميص. يعني احنا طلعنا القمصان كلها وانت قاعد مرتاح زي ما انت. امال ايه؟ اهو لان هو كينج. البنطلون يا جماعه اهو مستني القميص اللي هيتلبس عليه. وبقول احتروا براحتكم، انا كده كده قاعد مستنيكم اهو، مش رايح في حته. فطبعا بقى يا جماعه هي دي القمصان كلها. فاحنا قلنا ناخد رايكم بما انكم اخواتنا وحبايبنا واهلنا واصحابنا. تمام. فاحنا دلوقتي خليكم بقى معانا، عشان في اخر الفيديو ان شاء الله هنوريكم بقى النيو لوك بتاعنا هنوريكم بقى الستايل الاخير، النيو لوك الاخير بقى. بعد ما نتفق انا ويوسف بقى على القميص اللي هلبسه، وطبعا رايكم برضو يهمنا. تمام ماشي. وهوريكم بقى في الاخر انا لبست ايه، واوريكم بقى بعد ما البس، واخد رايكم طبعا في الساعه، انهي ساعه هتمشي مع الطقم، انهي استيك. يعني انا معايا ساعه وعندك كام استيك كده، فهركب هوريكم الاستيكات اللي هتمشي، وانتوا تعرفوني بقى اكتر استيك هيمشي مع الساعه ومع الطقم. تمام ماشي. تمام. فانتوا خليكم معانا بقى كده. عمال بقى ايه، عمال بقى اخلص كده والبس، واوريكم بقى شكلي الاخير بقى بعد ما البس انا وام يوسف. طبعا صح يا ام يوسف؟ طبعا. يلا خليكم معانا بقى يا جماعه. يلا. زي ما شفتم كده بقى يا جماعه، احنا دلوقتي لبسنا بقى الطقميه الجميله العسل الشياكه الاموره طبعا ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ والله يا جدعان ام يوسف قمر النهارده، رايحه فرح بقى قمر. قمر يا حبيب قلبي. ايه رايكم يا جماعه بقى؟ ايه رايكم في اسمه ايه؟ ايه يا بنتي؟ ما اعرفش. ايه رايكم في اللبس بتاعي؟ الطقم بتاعي الجميل الاحمر ده. ايه رايكم بقى في الصوره بتاعتنا بتاعت فرحنا هي؟ سلسله يا جماعه، انا عامل لها سلسله كده على صورتنا انا وهي بتاعه الفرح. طبعا وري لهم ام يوسف الصوره. صوره ايه؟ اهي السلسله يعني وكده. بصوا يا جماعه الصوره ايه؟ الله الله بجد. ايه الشياكه دي؟ ايه القمر ده يا اولاد؟ يا خلاص يا خلاص. قمر يا جماعه القمر العسل الشياكه الكبير ده. طبعا يا جماعه انا مش متكلم عن نفسي، انا عايزكم بصوا انا واقف اهو، تاخدوا لي سكرينه كده حلوه. تمام. انا ويوسف طبعا. انتوا بتعملوا ايه؟ شوفوا يا جماعه قسما بالله لبس الكعب عشان تطول يا جدعان. والله العظيم لبس الكعب قد كده عشان ابقى انا عارفه ليه. والله لا تشوفوا قسما بالله لابسه كعب يا جدعان. ما ينفعش بقى. هي يا جماعه من غير الكعب طول كده. تمام. طب انا مش مصوره معاك حاجه. يلا
مع السلامه. خدي بس أقول. لا يا جماعه ام يوسف قمر طبعا في كل حالاتها بقول لك طبعا. ايه يا فويس، ام قمر ست البنات وسكر نبات. بس مش انت وريهم الطقم، يلا مشي بقى. لا لا بصوا يا طب جماعه، اديني ايه رايكم فين في الطقم استنى بتاعي؟ راح فين. بصوا بقى يا جماعه طبعا احنا بقى يعني بعد اختلافات بقى وبعد كلام كتير. انت ورايا يا بنت حرام عليك. طبعا يا جماعه احنا ايه اختلفنا كتير بقى على التيشيرت اللي انا هلبسه ده. تمام. وطبعا ام يوسف قالت البس التاني وانا قلت البس ده. تمام. فبصراحه ايه رايكم كده؟ ايه رايكم كده في الطقميه الجامده كده بصراحه؟ والله ام يوسف بجد ايه رايك؟ ما بهزرش والله خلص. والله العظيم قمر قمر، حاسه في عيني لما يصلي على النبي على ابو صلى يوسف. الله عليه وسلم. ايه القمر ده؟ ايه العسل ده؟ قلبي يا كده كده ناس. هتشقطني ايه النهارده. رايكم هالشقط؟ والله والله مين اللي عايز يشقطني؟ مش انا بقول لك ايه يا ابو يوسف، هنقلع على الجواش دي عشان متضايقه منها. ماشي تمام، عشان هي مش باينه اصلا. طبعا ده يا جماعه غوايش صيني كنت جايبها لكم. بصوا يا جماعه، هي الغوايش دي تحفه قوي، بس هي دهب صيني، هي مش بتصدق اهي، شوفوا ما بتغيرش. فانا عشان بس ده ما ينفعش عليه لا ساعات ولا اي حاجه، فانا هلبسه كده لوحده. والله يا جماعه احنا يعني ايه قلنا نخلص كده وناخد رايكم بقى في الطقميه الجميله ديت. احنا طبعا اختلفنا كتير على التيشيرت طبعا زي ما احنا قلنا على القميص اللي لابسه دوت. وفي الاخر اخترت انا القميص ده. فقولوا لي ايه رايكم بقى؟ القميص ده على البنطلون حلو عشان بس يعني غيرت له بالعين شوفوا الحمراء كده. قام لابس ده. شوفوا كده والله ما حصل. والله ما حصل. شوفوا يا جماعه كده يعني الطقم ده كان جميل. نجيب عشان الدف. تتدفي انت ليه؟ تتدفي انت ليه؟ يا ابو يوسف شوفوا يا جماعه ابو يوسف جنتلمان. شيء ابو يوسف جنتلمان. طيب عايز اخد رايكم كمان في حاجه. ساعه بس انا جايب الساعه هي كمان يا بصوا يا جماعه. جماعه، بصوا هي الساعه ديت اهي، ده حاطط لها استاك برتقاني تمام، وديت رصاصي وده ابيض، فانتوا بقى اختاروا لنا انهي واحد هيلعب على الطقم، بس انا من رايي ابو يوسف الابيض. والله يا ام يوسف ما انا عايز اكسر بخاطرك المره دي كمان. انا كسرت بخاطرك في القميص. يلا يا جماعه نرضيها عشان ما تزعلش. امسك يا عم كده، امسك نرضيها عشان ما تزعلش. طب استنى طولي بالك. واحد استني طب قولي لي ثانيه الخاطر مش ثانيه بس. اني والله والله والله. طب بقى ما انتش لابسها. استني انا اللي البس. الاستيكه هيتقطع بس اصبر. احلى حاجه انا مقابله لك وفرحانه اقول انها طويله، ما تكسرش فرحتي. ما اكسرش فرحتك. ده عشان بس لابسه كعب. طب ايه الكعب يا جماعه؟ بس ايه رايكم في الجاكيت الحلو ده؟ ايه الكعب؟ ايه رايكم بقى في ايه الكعب يا ابو يوسف؟ ايه رايكم بقى في الكعب؟ اللي انت لابس دي لابس دي بس. هاتي والله العظيم النور الابيض. النور ايه الابيض. رايكم في الجاكيت بتاعي؟ هاتي بس النور الابيض. انا عارفه النور الابيض بس الاستيك الابيض. لو جدع طلع اللون الابيض فيه. لا ازاي ما اناش فاهم يعني ايه لو جدع طلع الابيض؟ طلع اللون الابيض بقى باحساسك كده. باحساسيه. طب اللون ده عايز شوف يعني عايز واحد يشوف. انت بقى منك كفيف عندك يعني الاحساس ده عالي، طلع لي بقى الابيض. ماليش دعوه يا جدعان النور الابيض ده ولا ده؟ انا بسالك انت مش بسال الناس والله. بص يا ام يوسف انا اقول باحساسيه ده هو الابيض. طب اسكت بقى واقعد في جنب كده عشان ايه؟ يبقى خلاص ده اهو. ده واحد ايه؟ ما هو معروف الابيض لا رصاص. طب يا جماعه رايكم ايه يا جماعه بقى؟ على فكره هو سارق الاستيكات ديت اصلا في ايه؟ نعم اخبطك بالساعه في دماغك والله العظيم. قسما بالله يا جماعه بتوع لسه شاريهم. تمام. وبرضه مصدومه بجد ومش بنطق ومش عارفه ارد. ماشي انا مش عارف ايه اللي طلعك معاه في الفيديو. طب يا جماعه بقى انا هلبس الاستيك دهوت اللي هو الابيض ده ولا فين هو ده. خلصي يعني انت فرحان من الاستيك بتاعك؟ خلصي. بس خلاص يا جماعه انا خلاص قررت بقى البس الاستيك دهوت. قررت البس الاستيك دهوت. مش هتعرف تعمليه قسما بالله ما هتعرف تعمليه ولا بتحداكوا قدام الناس. ماشي ورينا تعمليه ازاي. بسم الله. اذا كان ما انتش عارفه تشتري القديم يبقى هتركبي الجديد. يا ابو يوسف اسكت برضه خلصي يلا. بصوا يا جماعه انا مش بعرف اعمل خلاص يا جماعه ما بتعرفش تعمله وهي بتعترف قدامكم ليه ما بتعرفش تعمله ومش عارف مجقره نفسها في كل على فكره بقى بجد كلام بجد مجقره نفسها في كل حاجه بجد بقى. اوكي ثانيه ايه طب ايه بس نعمل ايه؟ يلا عشان ننهي مع الناس عشان ننهي مع الناس لا يلا عشان ننهي مع الناس. ثانيه هات كده هدي ثانيه انا ماشيه. خدي بس قول لي. خدي بس تعالي. عمال مش عارفه ايه. خد تعالي يلا بقى خلاص عشان ننهي مع الناس. يلا. وده كان فيديو النهارده يا جماعه. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتعملوا ايه؟
تاني برضه هي كده. ده الاستاذ فين اللي بضربك بيه؟ على فكره رجلي هتتكسر من الكعب اللي انا هقلعه عشان ايه، هو مش نافع معايا. تمام. الكعب اللي انا لابساه استنى كده عشان اوريه. شوفوا يا جماعه طولها مرتين. الكعب اللي انا لابسه شوفوا طول ايه. طولها يا جماعه لما شوف مرتين. لما انا قلعت الكوت بتاع دي بقى. لا اقف بقى كده جنبي، لا اقف جنبي. شوفوا قسما بالله بنتي يا جدعان، بنت اللي انا بنت اللي انا بربيها، عشان انا خلاص احبطت بنت بقى. اللي انا بربيها. قوم خلاص بس، انت أحبطت. رايحه فين؟ قوم بس عشان انهي الفيديو مع الناس. قوم. واحد مش عارف انا في البيت ده على نومه حلوه ولا قاعده حلوه. ليه والله؟ بجد؟ اه. مش عارف انا ماسك غوايشك ليه والله. المهم ما تنسوش بقى يا جماعه تصلوا على النبي وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. اقدر اجيب لك الميكروفون معايا اهو عشان تقول الربع يعني. يلا يا جماعه. وطبعا ده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراكوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بقى نقول لهم ايه؟ سلام.